بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما وعدتكم في الحلقة الماضية أنني بحول الله عز وجل سوف نتكلم حول بعض الرويبضة الذين هاجموا هذا البلد الأمين، وهاجموا مؤسسات هذا البلد الأمين، وهاجموا مقدسات هذا البلد الأمين بشيء من الكذب والافتراء، وزعمهم أنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات، وأنهم الآن منهم من طلب اللجوء السياسي في بلدان أخرى في أوروبا وفي غيرها. فنقول لهؤلاء الناس: الوطنية لا تباع ولا تشترى. فإذا كنت مسلم وتزعم أنك على منهج رسول الله، وأنك اعتقلت وابتلاك الله عز وجل، فكان من الواجب أن تصبر وتحتسب، لكن أن تقيم الدنيا وتقعدها على أساس تعويض مادي أو غير ذلك، فأعتقد هذا من سوء المنهج، وهذا من سوء فهم هذه المرحلة. فمن باب النصح لهؤلاء الشباب ولهؤلاء الرجال وحتى النساء، فنقول لهم: إن هذا البلد ظل على مر التاريخ بلد انفتاح، بلد تسامح، بلد يجمع في طياته مجموعة من المكونات العرقية والإيديولوجية، وفيه مختلف الألسن والثقافات تعايشت على مر التاريخ. وشاءت الأقدار أن يبقى هذا البلد على هذا المنوال. فأول شخصية سأتكلم عليها في هذه السلسلة المباركة، أتكلم على الأستاذ محمد حاجب. وما زلت أذكر أن لما كنا في سجن سلا كان يعجبه لفظ الأستاذ، فأقول الأستاذ محمد حاجب. أستاذ محمد حاجب يعرفني وأعرفه، وعرفني في المحنة وعرفته في المحنة، لكن أعاتبه كأخ أكبر على تلك التصريحات التي أحيانا تخرج عن لباقة النصح وتخرج عن لباقة الأستاذ محمد حاجب. كيف؟ لما يقوم الأستاذ محمد حاجب ويطعن في أشخاص ويسب أشخاص معينين، أنا لست محامي لأحد ولست وكيلا لأحد، ولكن من باب النصح ومن باب الأخلاق أننا لا نتعرض لأشخاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. والبعض منهم من مات فيسب، والميت له حرمة،
الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أستاذ محمد حاجب، ما زلت أذكر لما أتوا بي من سجن المركزي بالقنيطرة، وجدتك أمامي في سجن سلجوش بجانب الأخ عبد القادر بالعيرج فك الله أسره، وكنا نحن الثلاثة وعشنا تقريبا يقارب السنة، وبعدين توترت العلاقة وأنت تعلم ذلك جيدا. وكنت تقول أنك على منهج السلف، وأنك على منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أخي لا يسبون الأشخاص ولا يعيرون الأشخاص بالألفاظ النبية. أهل السنة والجماعة قال الله عز وجل فيهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أهل السنة والجماعة قال الله فيهم: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أهل السنة والجماعة قال الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا سخابا في الأسواق. هدي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت مظلوما فارفع مظلوميتك، اشكو، هناك مؤسسات داخل البلد، أو اشكو إلى الله عز وجل. لكن يا أخي أن تتعرض للشتم، وأنجي معك خطوة خطوة، وأنجيب الكلام ديالك وأنحطه في ميزان الشرع. أنا لا أحاكم أحدا، ولكن اعتبر هذه نصيحة لأخيك الأكبر، وقل فيما تشاء، قل فيما تشاء. غير أنا كنواعدك بحاجة: لا أنت ولا جل الناس الآن اللي يدغدغون العواطف أنني أتتبع كلامكم خطوة خطوة وكلمة كلمة، وإذا كان معك الحق قلنا معك الحق، وإذا كان معك الباطل قلنا خالفت هنا وأصلحت وأحسنت هنا. لا تقول لي أنت مالك، أقول لك هذا واجبي، واجب النصح، هذا واجبي كمواطن في هذا البلد اللي الآن كنشوفوا الحرب من برا ومن الداخل، فما يمكنش ينسكتوا، ما يمكنش ينسكتوا على الباطل. إذا كان كلام حق احنا معك أخي، ولكن أن يكون كلام باطل وأنك تتعرض بالسب وبالشتم وبالإهانات شخصيات عامة داخل البلاد أو شخصيات سياسية، أو تقزم أحجاما. الله تعالى يقول في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان عنده آدمية دياله، حتى الكافر. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وإلى عاد أخاهم هودا. الله قال أخاه، هذه الأخوة الإنسانية. وإلى مدين أخاهم شعيبا. ونوح عليه السلام خاطب ابنه بلفظ الأبوة، قال: يا بني اركب معنا وتكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حتى لما عاتبه الله عز وجل في آخر سورة هود قال: رب إن ابني من أهلي، ما يسميه بابنه. فكيف احنا نتجرأ ونسبوا أشخاص يا أخي؟ بل نزع منهم الآدمية، نعطيهم أوصاف حيوانات، نعطيهم أوصاف أوباش، نعطيهم أوصاف ما أنزل الله بها من سلطان. هذا دين، هذا منهج، هذا منهج السلف في النصح، ليس منهج السلف. ثم أسبوا أشخاص لمصلحة من؟ أنا لو ما نعرفكش نقول شراوك، أنت بعتي راسك، بعتي ضميرك، وبعتي أخلاقك، وبعتي منهجك، لكن كنعرفك صادق، وكنعرف أن ما حملك على ذلك لعله ضيم،
ولكن كلنا كيكون عندنا ضيم في بيوتنا، في ولادنا، مع زوجاتنا، مع خوتنا، مع خواتاتنا، مع عائلتنا الكبيرة والصغيرة، ومع بلادنا. ولكن هذا لا ما يعطينيش الحق أنني نقذف وأنني نسب وأنني نتكلم على الأشخاص. أنا غنجيب الكلام ديالك السي حاجب باش ما تقول كنكذب عليك. الحلقة الثانية غنجيب الكلام ديالك وغندير التعقيب، غندير المونتاج، غنحط كلامك وغنحطه في ميزان الشرع، ما غنزيد عليك ما والو، وغنجيو لواحد مجموعة ديال الأشخاص اللي الآن مع الأسف ما خداوش العبرة من التاريخ. مروا الناس قبل منا تخاصموا مع هاد البلاد، ولكن احتضناتهم ورداتهم ورجعوا. ومنهم من كان وزير الأول الله يرحمه السي عبد الرحمن اليوسفي، ومنهم واحد مجموعة من الناس. آخر المطاف كتبقى بلادك، هذه بلادنا، وكان المطلوب نعطيوها دمنا ونعطيوها روحنا، وخا نظلموا وخا نسحقوا، هذا المطلوب. وما نعطيوش فرصة للآخر اللي بفضل الله ما عنده باش يضرنا. المغرب صفحة بيضاء مفتوحة، وجلالة الملك كانت عنده الجرأة باش يقول انت كتعرف هذا الكلام، ورددناه كثير في البايس ان الملف عرفاته خروقات وعرفت واحد مجموعة من الحوايج. هذه جرأة سياسية ديال القيادة ديال جلالة الملك وعلى السلطة في البلاد باش يقول هذا الكلام. حنا لا نكير، المغرب كيف قلنا ماشي جنة وماشي نار، ماشي جهنم، لكن الحمد لله هو أفضل بكثير واحد مجموعة من الدول اللي الانتهاكات بالجملة ولا أحد يجرؤ يقول هناك انتهاكات. لماذا في المغرب الآن؟ علاش؟ فحتى نكون صادق غنجيب كلامك وغندير المونتاج وغنتمعن معك خطوة مع مجموعة دوك ديال الفيديوهات اللي تنشروا. واعتبر هذا نصح بدون خلفية وبدون أي شيء. الله عز وجل مطالع القلوب، مطالع السرائر سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه.